الكلب العجوز ده كان لابس كرسيه علشان يخلي خصره رفيع وجسمه عامل زي الجيتار، وكمان مهتم بالمكياج، حواجبه تخينة وعينه مكحلة وشفايفه عاملة زي السوسيس، وشوف مشيته كلها دلع. بس ليه كل ده؟ علشان يحمي الجنينة بتاعته بخطة جريئة، يستخدم سحره علشان يجذب المرموطات اللي عايشة تحت الأرض. بس المشكلة إن المرموطات جت كلها مرة واحدة والموقف خرج عن السيطرة. علشان يطردهم الكلب جرب كل حاجة. أولاً ولع سيجار ونفخ الدخان في الحفرة علشان يطلعهم، لكن المرموط بدله بديناميت. بوم، راحت أسنانه وبقى بيصفر وهو بيتكلم. بعدها جاب برميل بارود، لكن المرموط صب زيت على الأرض. الكلب ولع الفتيلة، حاول يجري، زحلقت رجله وانفجر وبقى فحمة. قال يجرب بالمرتو، بس خبطها رجعت عليه وكسرته. بعدين جاب مدفع، نسي يحط الطلقة، حاول يدخلها برجله فاتزنق والمدفع ضرب والطلقة خرجت من بقى. وفي الوقت ده المرموط بدأ يحفر حفر في كل حتة. الكلب حاول يقفلهم برجله لكن اتعب وبقى شبه نجمة البحر، قاعد يتفرج وهو بيسرق الخضار كله وسايب له ورقة بيعتذر فيها. في آخر محاولة الكلب بدل الجزر بفلفل حار، لكن المرموط أخده برضه. الكلب جرب واحدة، النار طلعت من بقه وطار في السماء. جري يشرب مية يطفي نفسه، بس المرموط عمل من مؤخرته نافورة. وفي الآخر الكلب لقى الجنينة اتخربت والمرموط بيجزله شعره بماكينة العشب وسابه متعلق على السور.